فضلكم انتوا كلكم فضل دم الناس اللي ماتت احنا كده كلنا طلعنا. وبأمانة ربنا لو ما كانش حد وقف الوقفه اللي انتوا بتقفوها معانا ديت، اهالي يعرفونا ما يعرفوش، اي حد ايا كان، كنا كلنا ما زلنا في السجن لغايه دلوقتي بنتعامل المعامله اللي اخواتنا بيتعاملوها، الظلم والاستبداد اللي هو خاص لنا كلنا عشان احنا بورسعيديه. احنا كنا بنتحاسب في اي سجن بنروحه، سيبك من القضيه، احنا كنا بنتحاسب عشان احنا بورسعيديه. اخواتي معايا همت وهيقولوا لكم ايه اللي كان بيحصل لنا، وبالاخص في السجن الكسر، سجن بورسعيد، سجن احمد خليل وعوانه، سجن احمد خليل وعوانه. احمد خليل كان بيعاقبنا عشان هو اللون الفانلة اللي بيشجعها هو الظابط التاني، واحنا بدمنا زي ما اخواتنا الله يرحمهم ضحوا بدمنا على اخواتنا التانيين، واحنا مع اخواتنا المظلومين كلهم، مع محمد شعبان ويوسف شعبان، مع المنسي والمندو ومع منتي ومع الخياط ومع عمرو نصر ابني ومع خياط ابني، مع كلنا، مع الشوكولاته وقوطه والحمام. جدعان احنا عارفين اساميهم، كل العيال الصغيره اللي بتوع العقبيه، العيال اللي انت تشوفها عيل عنده 16 سنه بيقعد في وسط مجرمين، وسجن بورسعيد بيقعدوا مع اخواتنا الحراميه والقتالين، بيجيب لنا واحد نبطشي يقعد مرشد على اخواتنا، واحد حرامي لما يقعد معاه عيل 18 سنه في الاوضه قاعد مع واحد حرامي هيعمل معاه ايه؟ ديت سجن بورسعيد اللي كان بيعمله فينا. وبعد كده كنا في السجون اللي بنتعامل بكل امانه، اول يومين وحشين، بس بعد كده كانوا بيحسوا ان احنا بني ادمين مظلومين. انما في السجن الكسر، سجن بورسعيد ديت، هو والقيادات بتاعته حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ودعواتكم لاخواتنا اللي جوه، وباذن الله لاخر وقت احنا معاهم.